دايما بعض المصريين بيزعلوا مني ان انا بقول ان المغرب بكافة منتخباتها بكافة فئاتها العمرية اصبحوا عقدة وكابوس مفزع مرعب للمنتخبات المصرية. محدش يزعل مني ودعنا من الاوهام الكاذبة. هذه هي الحقيقة. لما النهاردة المنتخب المغربي يكتسح المنتخب المصري 16 واحد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الإلكترونية، لازم تعرف إن هناك فارق شاسع، زي الفرق ما بين السماء والأرض، زي الفارق ما بين القمة والقاع، ما بين المغرب ومصر. ودعنا من الأوهام الكاذبة، ويجب أن نعترف بالحقيقة إذا أردنا أن نصل إلى ربع مستوى المغرب. أنا بتكلم دلوقتي عليا وعلى الشعب المصري وعلى المسؤولين المصريين. قبل الدخول في التفاصيل وقبل الحديث عن فضيحة المنتخب المصري النهاردة وجبروت وإبداع المنتخب المغربي النهاردة، ما تنسوش شعب المغرب العظيم وأيضا شعب مصر العظيم. تنزلوا تعملوا لايك جميل واشتراك عظيم وانضموا حالا لعيلتنا الكبيرة، وإن شاء الله نكبر أكبر وأكبر مع بعض. النهاردة المنتخب المغربي لكرة القدم الإلكترونية اكتسح، فرم، صنفر، أذل المنتخب المصري بنتيجة قاسية 16 واحد. كده المنتخب المغربي لكرة القدم الإلكترونية بيصعد للمباراة النهائية اللي هتحدد من سيصعد إلى كأس العالم الإلكترونية، وهيواجه المنتخب الجزائري، بينما المنتخب المصري خرج بفضيحة ما بعدها فضيحة. 1000 مليون مبروك للمنتخب المغربي لكرة القدم الإلكترونية وللجمهور المغربي، والخزي والعار للاعبي المنتخب المصري لكرة القدم الإلكترونية.